السلام عليكم. ما كاينش شي واحد فينا ما كلاش الزريعه في شي وقت من الاوقات، والاغلبيه فينا كان ايام الدراسه مبلي بالزريعه. الزريعه ولا بذور دوار الشمس اللي كتكون في داخل زهره دوار الشمس، ومن السميه ديالها هاد الزهره كتبع الشمس نهار كامل في مشات. اكثر من 500 سنه كانوا الهنود الحمر كيديروا الزريعه كنوع من انواع دقيق الخبز، وكانت من الوجبات الرئيسيه عندهم. وكانوا قدماء الاطباء كيداويو الملاريا بالزريعه. اشنو تقدر دير لك درهم ديال الزريعه؟ بزاف ديال الدراسات اكدات بلي بذور دوار الشمس كتقوي الدماغ وكتحسن جوده الهضم. درهم ديال الزريعه كافيه باش تخلي دماغك يمص التريبتوفان ويحولوا للسيروتونين اللي كيقاد المزاج وكيحيي القلق والاكتئاب. درهم ديال الزريعه كافيه باش تنظم لك دقات القلب ديالك وتسرح الاوعيه الدمويه وتنشطها. ملي تعرف بلي الزريعه غنيه بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والسيلينيوم والزنك والحديد. اللب السوري ولا الزريعه كتنفع بزاف للناس العصبيين حيت غنيه بالمغنيسيوم اللي كيساعد على استرخاء الاعصاب وتشنج العضلات والشقيق. وإلا كنتي كتعرض للشمس في النهار بزاف، خذ لك درهم ولا جوج ديال الزريعه. الا بغيتي تزيد تحمي راسك من الضربات الشمسيه وتحافظ على البشره ديالك من التلف، فضل فيتامين او اللي كاين في الزريعه واللي كيعتبر عنصر الحمايه الاساسي لخلايا الجلد. جوج دراهم ديال الزريعه كتعادل ثلث الجسم من احتياجاته من المغنيسيوم اللي كيقوي العظام وكيزيد في الطاقه، وكتعادل ثلث احتياجاته من السيلينيوم في يوم واحد، واللي هو معدن مهم للصحه ديالنا حيت هو اللي كيصلح الخلايا المريضه في اجزاء الدي ان اي، الشيء اللي كيمنع هاد الخلايا ما تتطورش لخلايا سرطانيه. وإلا كانت عندك السوسه، الزريعه غنيه بحمض الفوليك الضروري لحمايه الجنين والمراه الحامل وكيحمي اللثه والاسنان من التسوس. بهذا الشيء كامل عرفنا بلي الزريعه من اهم مصادر البروتينات والاحماض الامينيه ومن ارخص الفواكه الجافه. وخذ لك درهم زريعه وهي في راسك.